اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بالف خير. وحشتوني كتير كتير. مش لازم لسان العصفور يبقى شوربه وبس، لا النهارده هنعمله طبق لسان عصفور بفلفل الالوان. وكمان هقول لكم على تكه حلوه تخلي لون لسان العصفور وانت بتحمريه لون واحد. وكمان هنعمله زي ما قلنا فلفل الالوان، يعني قيمته الغذائيه هتبقى عاليه وطبق هيبقى جميل جدا ومغذي ومفيد. يلا بينا. حله على النار وحاطه فيها معلقه سمنه حلوه كده، وبعد ما سخنت هنزل بلسان العصفور. طبعا الكمية اللي انت عايزة تحطيها، انا هنا عاملة نص كيس بس. هنزل بفص حبهان، وفص الحبهان ده بيديله طعم حلو وريحة حلوة. والتكة بقى اللي قلت عليها هي معلقة الملح اول ما احط لسان العصفور على السمنة. ودي فايدتها ايه؟ بتخلي لون لسان العصفور وهو بيتحمر موحد، مش حباية غامقة او حباية فاتحة. وهنشوف دلوقتي لسان العصفور ازاي هيطلع معانا موحد اللون. طبعا انا هستمر في التقليب كده لغاية ما ياخد اللون الذهبي. بصوا حبايبي، لسان العصفور زي ما احنا شايفين كده، مش حبة وحبة، وكله بقى لون واحد. جربوا تركة معلقة الملح دي وصدقوني مش هتندموا. هنا لسان العصفور اتحمر معايا ولونه موحد. هنزل هنا فلفل الالوان. انا هنا حاطه فلفل اصفر واحمر، لو متوفر عندك اخضر كمان حطي، بس للاسف انا ما عنديش. اديته تشويحه كده لسان العصفور بالفلفل، وبعد كده نزلت بكميه الميه. ننزل بميه مغليه. بصوا شكل الحله جميل ازاي من الفلفل الالوان. هظبط بقى الملح، وكمان هنزل بمعلقه من الفلفل، معلقه صغيره طبعا، وهدي تقليبه ونظبط الملح، نشوف كده عايز ملح تاني ولا لا. انا هنا حبايبي معيار الميه زي معيار الرز، بس يزيد عنها شويه صغيره. انا هنا حطيت معلقه صغيره من مرقه الدجاج البودر، بتديها طعم حلو جدا. لسان العصفور ابتدى يغلي اهوت. هو غلي انا عشان اوريدي عشان انا حاطه ميه مغليه، بس ابتدى اهوت ايه يتشرب الميه بتاعته. هصبر عليه شويه يتشرب حبه كمان من الميه، وبعد كده ايه هنبقى نوطي عليه وهنشوف مع بعض دلوقتي. بصوا حبايبي، انا هنا لسان العصفور اتشرب الميه زي الرز كده ووطيت عليه. بصوا لا لزق ولا عجن ولا حبايه ماسكه في حبايه. وادي بعد ما وطيت عليه وتشرب الميه، خدتوا بالكم الحله من تحت بانت مش لازق ولا اي حاجه. انا هنا بقى كده هدوق الطعم استوى ولا لا. خطير يا جماعه، جربوا الوصفه دي حقيقي هتعجبكم جدا. هنا بقى انا طهطفي عليه وهغرفه، ويلا نشوفه واحنا مقدمينه. وادي معانا طبق لسان العصفور بفلفل الالوان الخطير. بجد مفيش جمال بعد كده. جربي الوصفه دي وقولي رايك فيها ايه، ويا رب تعجبكم. وحقيقي كمان هي مفيده ومغذيه للاطفال. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم على الف خير. باي باي.